ومكملين معاكم 887 شارع الفن مع نسمة محجوب. وعايزه بس قبل ما نكمل الكلام في كومنتين سريعا اقولهم. في حد كتب لك يا نسمة، دي الاستاذه خديجه كتبت بليز انا مش عايزه اقول لنسمة غير بحبك، وصلوا لها دي. شو شادو كتب بليز يا نسرين تقري كومنتي بليز، لانه نسمة عاوزه اقول لها اني ما كنتش بنام غير لما كانت هي بتنام، واول ما تصحى بصحى. كلامي كتير التاني بقى ايه يعني مش عايزه اقول لك. قبل ما تغني بس عايزه اعرف، انت قلتي عايزه ترجعي في 2012، عايزه تبداي على طول في 2012 بألبوم. شايفه ده سهل؟ ان شاء الله ناويه عليه بجد؟ ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يعني من غير مقاطعه ان شاء الله. ان شاء الله مستنيين يعني. بصي ما تكسليش، هي المساله لو ريحتي مش اكيد لا والله اكيد مش هكسل ان شاء الله. يبقى معانا دلوقتي تليفون، معانا الاستاذ مجدي. مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك يا استاذ؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله بجد، احنا يعني مبسوطين من حضرتك جدا انك استضفتي نسمة، يعني بجد يعني دي احلى فقره في البرنامج بتاع حضرتك جميل، بس يعني كفايه استضافه نسمة ده بجد والله. انا كان المفروض استضيف نسمة من زمان على فكره. مش مشكله والله. انا نسمة يعني بعد اذن حضرتك بس عايز اكلم نسمة. طبعا اتفضل. نسمة يعني طبعا بغض النظر عن اخلاقك طبعا اللي كلنا فخورين بيها جدا وبنتحاكى بيها، انا هقول راي فني، انت موهبه بسم الله ما شاء الله، يعني اسطوريه بمعنى الكلمه يعني. شكرا جدا والله. خاصه في الاوبرا، يا ريت ما تهمليش مجال الاوبرا ده ان شاء الله، ده ممكن يبقى طريق للعالميه ان شاء الله. ان شاء الله. واحنا مش عايزين نسمة محجوب تبقى مجرد مطربه في مصر او في الوطن العربي بتنزل البوم وتعمل نجاح، لا ده اوريدي ان شاء الله هيحصل كده، لكن احنا عايزينك حاجه كبيره جدا على مستوى العالم. يعني احنا كفانز ليكي طالعين بيكي السما، مش متخيله قد ايه والله. ميرسي جدا والله. حتى على البيج بتاعتك على الفيسبوك انت كنت سالتي يا جماعه انتوا تحبوا اغني ستايل ايه، قلنا لك كله. احنا فعلا عايزين كله بقى خلاص. يعني احنا ان شاء الله املنا فيك ان انت هتبقي علامه كبيره جدا من علامات الغنى ان شاء الله في تاريخ مصر بجد. مش عشان محبه، ده راي فني بجد يعني. تمام. ويا ريت بس مسج اخير من غير ما اطول، يا ريت يا نسمة اهم حاجه طبعا بخلاف موهبتك، اهم حاجه فريق العمل اللي هيبقى معاك. يعني ام كلثوم كانت عظيمه جدا وفيروز كانت عظيمه جدا، مش بس موهبتها لا بالملحنين اللي كانوا معاها وبكتاب الكلمات مؤلفين الكلمات اللي كانوا معاها. فيا ريت النقطه دي خلي بالك منها جدا، واحنا املنا فيكي كبير جدا ان شاء الله تبقى حاجه كبيره على مستوى العالم ان شاء الله يا رب. متشكره جدا يا رب. العفو ان شاء الله. ميرسي يا استاذ مجدي جدا. وعايزه اقول بس ان بيرو قال لي قولي لنسمة ان الاردن كلها بتحبك وبتحييك. اهل الاردن بصراحه بحبهم جدا كلهم على راسي من فوق. عايزه بقى اعرف تحيه لرافع ومحمد القاق. طبعا وليان عشان برضه عشان وليان طبعا. عايزه اقول انت مثلك الاعلى ماجدة الرومي صح؟ يعني ايه الملمح اللي عايزه تحتفظ بيه او تبقي زيها فيه بالتحديد؟ ستايلها يمكن في الغنى وفي اختيارها الكلمات والالحان. ممكن نقول الرقي اللي بتختار بيه. بحس ان الاغاني بتاعتها راقيه اليت يعني. اغاني يعني فوق المستوى الطبيعي. تمام. بس ومع ذلك انت اكيد بتحاولي يبقى برضو ليكي سكتك. ايه هي سكتك اللي انت عايزه تمشي فيها بعد هنا ورايح؟ والله يعني سكت بتاعت كله، عارفه اللي هو يعني الحمد لله ما حدش اعترض على لون انا غنيته. فاحب ان الالوان كلها تبقى موجوده بحيث ان كل الناس يبقى عندها حاجه حابينها. تمام. في الالبوم او في يعني كل حد شايف فيكي حاجه هو بيلاقيها. تمام. وده فعلا اللي انت عرفتي تعمليه في ستار اكاديمي. الحمد لله. يعني كنت بتقدمي كل بصراحه ادوني الفرصه دي يعني بطريقه كبيره، يعني لان الاغاني ما كانتش من اختيارنا. تمام. فهم اللي حبوا يوروا الجوانب المختلفه، ودي كانت يعني احسن حاجه بصراحه حصلت. تمام. كل الشباب اللي هيقدموا في السيزون الجديد في ستار اكاديمي واللي هيمشوا في طريقهم بعد كده تقولي لهم يعملوا ايه؟ بقول لهم ان هم يشتغلوا، ما يشغلوش دماغهم بكلام ملوش لازمه، ما يعملوش مشاكل سخيفه، يحافظوا على صوتهم على قد ما يقدروا. يعني ما يتلخموش بالحاجه اللي مضايقاهم او اللي مفرحاهم ويضيعوا صوتهم في الصريخ او يضيعوا صوتهم في اي تفاعلات تؤدي ان صوتهم يضيع فيها، حتى لو كان يعني ضحك او هزار. تمام. فيعني حافظوا عليه على قد ما يقدروا، لان صوتهم هم اللي هيقدروا يكملوا بيه للاخر. تمام. انت كنتي في الميدان وقت الثوره. تمام. يعني حاسه بعد ما رجعتي من الثوره، رحتي التجربه دي على طول بعد الثوره ما قامت بحاجه بسيطه، رجعتي حاسه ان انت عايزه تشاركي في حاجه ثانيه واحنا لسه في الظروف دي والبلد حاجه ثانيه ليها علاقه بالثوره ولا حاجه ثانيه؟ حاسه ان انت بصوتك عايزه تعملي ايه للميدان؟ انا بصراحه نفسي اول اغنيه يبقى ليها علاقه بمصر.
انت كان نفسك تسترق اكاديمي وانا وكان نفسي جدا السيزون كله ان انا اغني في برايم لمصر، وفي الاخر كلنا يعني كان لازم نغني حاجه وطنيه الحمد لله. بس يعني ان جنرال نفسي مش شرط يكون عن الثوره، بس حاجه توري جوانب مصر كلها، الحلوه والوحشه، ومصر الفرحانه ومصر الزعلانه ومصر المحتفله ومصر يعني الفخوره، يعني كل الجوانب الاحاسيس بتاعت مصر، اللي هو بس مصر نفسها بقى مش حاجه يدخل لحد جوه بقى، مصر باهلها يعني بدنيتها كلها بالظبط. تمام. حاسه انه في شايفه انه المشاركات الفنانين عموما ليهم دور اكبر من كده، او انت شايفه ان هم فعلا قايمين بواجبهم دلوقتي صح يعني في الظروف اللي احنا فيها دي، ولا شايفه انه محتاجين نعمل حاجه اكتر من كده، وانت حاسه انك محتاجه تعملي حاجه؟ يمكن احنا محتاجين وعي بس اكتر. يعني محتاجين ان كل فنان اكيد بيبقى ليه ناس بتحبه جدا وواخدينه كقدوه وواخدينه كمثل اعلى. المفروض احنا اللي دورنا ان احنا نوصل الوعي ده باكتر حاجه احنا بنعرف نعملها. تمام. اللي هي الغنى، فالوعي ده بيوصل للناس بالكلام الاغنيه، بلحن الاغنيه، بطريقه التعبير وطريقه غنى الفنان الاغنيه، بيخلي الناس يتصدقوا يا ما تصدقوش. تمام. بما اننا بنتكلم عن شباب الفنانين واللي هيدخلوا ستار اكاديمي وكده، يعني اللي ما بيروحش لسكه ستار اكاديمي وبيبقى تعبان شويه او انه مش عارف يوصل، انت شايفه تقولي له ايه؟ يوصل ازاي ويحاول يعمل ايه؟ ايه المشكله اللي ممكن يكون بيعاني منها دلوقتي شاب عنده موهبه حقيقيه؟ اقول لك حاجه، مفيش حد يعني ما بيشتغلش بيوصل. هتشتغلي هتوصلي امتى الله اعلم، دي اللي في ايدينا ربنا. انما هتوصلي يعني اكيد هتعملي حاجه في يوم من الايام. مستحيل ان ربنا يلاقي يعني عندك افرت ونيه كويسه عايزه تعملي حاجه ومش هيوصلك لحاجه. تمام. مستحيل. يعني ما دام انا بقالي سنين بعمل ده ومش نافع، يبقى اكيد اللي انا بعمله غلط. اخد سكه ثانيه. تمام. بس لو انا وقفت اكيد الموضوع مش هيحصل. يعني ما ينفعش اقعد في بيتي واستنى الفرج يجي من عند ربنا. بالظبط. يعني اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. طول ما هو بيسعى اكيد ربنا هيعمل له حاجه في يوم من الايام، بس هو الصبر. لان ساعات الواحد بيستسلم قبل النجاح بخطوه، هو مش عارف ان النجاح موجود بعد خطوه، بس يقعد. وبالتالي ده اللي انت عملتيه في ستار اكاديمي وصلك يا نسمة ما شاء الله. في الاخر بس عايزه اعرف، الوالد الاستاذ علاء محجوب مخرج، مش ممكن تطلعي له في يوم من الايام وتحترفي الاخراج مثلا وتبقي دخلتي؟ يا ريت. انا بصراحه نفسي اكون مخرجه، بس مخرجه مسرحيه مش سينمائيه. بتحبي المسرح؟ بحب المسارح الاستعراضيه. جميل. زي التابلوهات اللي كنا بنعملها. انا يعني دي كانت اكتر حاجه بحس ان انا يعني مبسوطه حاسه مكاني اكتر، ان في استعراض حواليا وفي. يبقى نشاطك مع مركز الابداع بقى والمسرح والجو ده هيستمر. استاذ الجلال طبعا. والله نسمة انا مش عارفه اعمل ايه، يعني خلاص فاضل 3 دقايق والبرنامج بيخلص، بس هو احنا لازم نقعد تاني مره على الهواء، خصوصا بعد كل اللي اتبعت. يا جماعه انا بعتذر، ما بجد والله الكومنتس كتيره جدا مش عارفه اقولها كلها، التليفونات كتيره جدا مش عارفين ناخد كله، بنحاول ناخد على قد ما نقدر، بس معلش والله نوعدكم نسمة هي وعدتنا هتكوني معانا في لقاء تاني اكيد، وهنتكلم زي ما انتوا عايزين وهنغني غنى كتير. بس عايزه اقول لك يعني اشتغلي بجد، لانه خساره موهبتك تستني عليها. اكيد طبعا ان شاء الله. لا ان شاء الله. تستنى يا مصلحي علينا كده شويه، علشان احنا قبل ما نختم احنا هنختم مع نسمة يا جماعه، احنا مش هنسمع حاجه تانية، احنا هنختم برنامجنا مع نسمة. بس طبعا عايزه اقول لكم ان احنا كنا معاكم من 8 ل 10 في 887 شارع الفن، كان معاكم محمد مصلحي على الميكسر، كنت معاكم نسيمة عكاشة طبعا، وتحيه من سماح شريف معايا في الاعداد بتحييكم. قبل ما نمشي نهدي كده عمرو دياب اللي بنسمعه شويه، ونشوف نسمة هتودع، مش هتودع بقى، لا هتقول باي باي دلوقتي لجمهورها لحد ما تقابلهم باغنيه ايه. انا في ناس كتير بصراحه عندي على الفيسبوك طلبوا فيروز، فممكن ان انا اختم لهم باغنيه الفيروز نسم علينا الهوى. يا ريت. فعلا في يا جماعه فانز كتيره جدا طلبوا منك تغني فيروز. نسم علينا الهوى من مفرع الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. نسم علينا الهوى من مفرع الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي.
يا هوا يا هوا يلي طاير بالهوا في منطورة أو صورة خدني لعندن يا هوا فزعني يا قلبي تكبر بهالغربي ما تعرفني بلادي خدني خدني أخدني على بلادي